عسلامة، مرحبا، إن شاء الله رمضانكم مبروك يا رب الناس الكل، وإن شاء الله يتعاد علينا بالخير. أنا اليوم عملت معاكم الرفيس، حبيت نبارتاجي معاكم الرفيس. عملتوا حاجة بالحق سهلة، ما كنتش تصور معناها بالحق باش تكون فما حاجة سهلة وبالبنة بالطريقة هذه. كان تحبوا تتابعوني وتشوفوا كيفاش عملتوا مرحبا. أول حاجة خذيت الكاكاوية، خذيت السميد الأحرش شوية، وخذيت التمر، وخذيت شوية بوفريوة، وخذيت شامية، وخذيت الحلقوم، وشوية عسل، ونستحق شوية زيت زيتونة وزبدة. هذا شنو هو المكونات الكل. أول حاجة باش نعرج الكاكاوية بالكدا ونخليها تبرد، نتعدى نعرج السميد زيادة. أما السميد باش بعد ما نحضر كل شيء باش نعرجه. أنا باش نوريكم الإتاب الأولى بالكل. بردت الكاكاوية، قشرتها وخليتها غاديك تستنى. اول حاجه باش نعملها نحل التمر بالكدا بالزيت زيتونه. ناخذ كيس كيكه تربلسي زيت زيتونه ونحل به الدقله بالكدا باش تجيني طريه وتمشي معايا وقت العجنين. دونك وميم طون راهو الزيت زيتونه ما يعمل شيء، معناها بالعكس حاجه صحيه تكون بنينه وصحيه. معناها الزيت زيتونه ما يخوفش، حتى كان جيتكم شويه زيت زيتونه مطعم به بنين على الاخر يجي زيد يبنن راه بي. وبعد حطيت الشاميه حليتها كيف ما ترى، وحطيت الحلقوم. توا السميد اللي عرجته باش نحطه ونبدا نعجن كيف ما ترى، وهكاكا قاعده نعجن باش نخلط الكل مع بعضه حتى تولي ما شاء الله كل حاجه معناها خذيت بيتها من التمر، من السميد، من زيت زيتونه، من الحلقوم، تحل كله مع بعضه. يلزم هذيك الحلقوم كان تراو ما سخون السميد، دونك يتحل بالكدا نعجنها مليح 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 حتى دين قلت لك نرى اللي معناها نفس الخليط. هذه الزبده حطيتها باش تلم لي شويه الرفيس نتاعي. وبعد تالي بعد ما نعجن مليح مليح نحط الكاكاويه اللي قشرتها بعد ما بردت نحطها. أنا الحقيقة اخترت الكاكاوية باش نحطها، وانتوما اختاروا شنو تحبوا. اللي ما يحبش كاكاوية يعمل باللي يحب هو. أنا اخترت الكاكاوية خاطر تعطيني قرميشة البنينة في الرفيس، وبالحق حتى كي نبدا ما عنديش فاكهة ولا حاجة نجم نزين بيها معناها عادي. ريت أنا خذيت شوية 50 جرام بفريوة باش نزين بها للضيوف. اما بالنسبه لي نحنا في الدار باش ناكلوا حاجه عاديه. هذيك هكا كي يجيك ضيف ولا حاجه تنجم تزين بيه، تاخذ ترونش صغيره وتكعبرها كيف ما عملت انا وتحطها في المول وتحط فوقها شويه بفريوه، كعبه بفريوه. الحقيقه تجيك حاجه مزيانه برشا برشا برشا، ومنظرها محليه وبحاجه بنينه. ما تنساوش نتوما باش تعملوا جيم بطبيعه. كان عجبكم الفيديو وكان فما حاجه اخرى تحبوا تقولوا لي عليها قولوا لي مساج في كومنتار وانا نجاوبكم. وهذه هي الوصفه، وصحه وبشفاء ليكم وبسلامه.